معانا الرقعة الوترية اللي هنحطها مكان الرباط الصليبي الأمامي المقطوع. بندخل بعد كده عشان كنا متأكدين إن العيان ده عنده قطع في الرباط الصليبي، وكنا دخلنا الأول خدنا الرقعة الوترية بعد ما عملنا الاختبارات. يعني سألني على فتحة فتحت المنظار. ميه هنا دلوقتي؟ فتحة المنظار زي ما انتم شايفين كده أقل من سنتي يا دوبك كده. تعالى نشوف ازاي بنجهز الفوكس الرقعة ده مظبوط الوترية. يا الناس اللي بتسألنا دايما انتوا بتعملوا ايه لو في باقي جزء من الرباط الصليبي الامامي ما زال موجود؟ احنا بنحافظ عليه. بنحافظ عليه ليه؟ عشان هو بعد كده بيدي تغذية دموية وعصبية للرباط الصليبي الجديد اللي احنا بنعمل له إعادة بناء. الدكتور محمد دلوقتي احنا داخلين بالمنظار بنشوف الغضروف الهلالي ولو محتاج تصليح. يا عم ايمن ايه الركبة الجميلة دي؟ 10 كيلو يا ايمن، اقل من 10. انا حاطط لك ميزان على باب العياده. 10 كيلو ما جبتش 10 كيلو مش مفيش متابعه. احنا دلوقتي بندخل بننظف اي مشكله موجوده في الركبه. العيان عشان هو كان قاعد فتره عنده القطع في الغضروف، هو عنده قرحه في المفصل كمان. لما على ما الركعه الوتريه تجهز بنكون احنا عمالين نطمن الاول على الركبه ونعمل اصلاح لاي مشكله مصاحبه للقطع في الغضروف الهلالي.